السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دعاء، ووصفة النهاردة طريقة جديدة لسلق اللحمة. الطريقة دي انا جبتها من الشيف محمد صلاح، وحبيت ان انا اجربها، ولما جربتها فعلا انبهرت بالطعم بتاع اللحمة. وقلت لازم اطلع اقول لكم على الطريقة الجديدة دي، بس لازم اعرفكم انا جبتها من الشيف محمد صلاح، لان هو طبعا يعني ليه كل التقدير، وهو طبعا يعني ملك اللحمة، فلازم كنت اقول ان الطريقة دي على طريقته هو. حل على النار سخنة جدا، هحط فيها قطعة من الزبدة، شايفين هي اصلا بتدخن. وبعد ما قطعة الزبدة هتبتدي تسيح او اي مادة دهنية انت هتشتغلي بيها، هتبتدي تنزلي بقطع اللحمة. انا المرة دي كنت عاملة لحمة ضاني، لكن انا جربتها قبل كده، يعني مرة تانية قبل ما اصور الفيديو ده كانت على لحمة كندوز. كانت فعلا تحفة جدا، فيعني جربتها بنوعين لحمة عشان اعرف الوصفة دي فعلا يعني بتعمل ايه في طعم اللحمة. طيب همشي معاكم بالخطوات. هنبتدي نحمرها كويس جدا ونقلبها من كل جنب لحد ما تاخد لون ذهبي، او لون كده ذهبي غامق كده، يعني ذهبي على بني كده شوية غامق من بره. هو كان بيقول ان كل ما تشوحها اكتر وتديها لون غامق اكتر كل ما تحلو اكتر، ففعلا يعني كل ما بتديها صدمة وصدمة دي بتكون كويسة، كل ما بتحتفظ بالنكهة بتاعتها جواها، وبتبقى لونها من بره ذهبي ومن جوه بيبقى لونها بينك تحفة جدا. طيب انا حطيت فصين بس مستكة، وانا كان المفروض احطهم من الاول بس نسيت. وبعد كده شوحتهم لحد ما خدوا اللون الذهبي الغامق اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي اريحهم واشيلهم في طبق كده على جنب، لحد ما انزل ببصلايه متقطعه مكعبات وجزرايه متقطعه كده شرايح، وهبتدي اقلبهم. واحط ورقتين تلاتة اللي انت حباه من ورق الغار او ورق اللوري، على حسب يعني ما بتقولوا هو اسمه ايه. وبعد كده هبتدي ارجع تاني اللحمة واديها تشويحتين مع الحاجات كلها اللي قصادنا دي. الطريقة فعلا هي سهلة جدا، بس ادت طعم مختلف خالص عن اللحمة المسلوقة العادية اللي احنا متعودين عليها. فلما جربتها فعلا لقيتها يعني فعلا تحفة. يعني طعم قطع اللحمة بيبقى مختلف تماما، فيعني فيها نكهة كده قوية من جوه، وفعلا من بره يعني واخدة لون حلو ومسلوقة صح، يعني من الآخر. هكون يعني مسخنة او مغلية مية كويس جدا بكمية يعني تكون كتيرة عشان ابقى براحتي، وابتدي انزل بيها. هحط معاها حبهان سواء بودر او سواء حبهان صحيح يعني. وهبتدي بقى اسيبها تاخد غلوتين كده على النار عالية، وبعدين هوطي عليها لحد ما تستوي خالص. في نص السوا هحط ملح وفلفل زي الطريقة العادية خالص، هي الفكرة بس في الخطوات الأولانية. لكن الطعم خطير خطير، والريحة بقى يعني هي كانت كمان لحمة ضاني فأنا بحبها كمان، فكانت ما شاء الله النكهة فيها قوية جدا. وحتى في الكندوز كانت فعلا تحفة. طبعا انا خدت الشوربة وكنت بخلص الغدا بتاعي لحد ما بس افضى كده في اخر لقطة عشان اصور لكم اخر حاجة وهي طالعة، يعني بتبقى شكلها عامل ازاي، بتبقى طرية جدا، بتبقى محتفظة بالنكهة اللي جوه، بتبقى بتدوب كده في البق. يعني فعلا الله عليك يا شيف محمد، فعلا الوصفة تحفة يعني. فعلا الوصفة حلوة جدا ومختلفة. غريبة عن اللي احنا يعني اتعودنا عليه بطريقة سلق اللحمة العادية، لكن فعلا حلوة وتستحق ان احنا نجربها. اللحمة تحفة جدا، طرية قوي. كمان من بره شايفين حتى الجزء اللي انا همسكه دلوقتي بايديا لونه ذهبي من بره، لكن من جوه لونه بينك. تحفة جدا وطعمها حلو قوي. جربوها مش هتندموا، ولما تجربوها قولوا لي رأيكم، واشوفكم دايما بألف خير. سلام عليكم.